بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الصفحة، أخوكم في الله دكتور حسن يحييكم دائما وأبدا. الإخلاص والوفاء من شيمنا. مرحبا بكم ومرحبا بيا عندهم. راني في واحد البليصة شابة بزاف، نوريلكم. اي فوالا. المهم من دون إطالة نورمالمون البلاصة عرفتوها. هنا يسقط جدار برلين، هنا تربي الدعالة وتربي الكرش. إذن حبيت من خلال هذا البث المباشر نعطيكم زوج معلومات، وفيهم من النقيض والتناقض اللي حاجة ما تأمنوهاش في عقلكم. النقيض والتناقض انه لما انسان يجيب كلب تاعو ويحرشوا على قطة، سلطات تتدخل وتحمي القطة وديروا له تهمة تعذيب الحيوان. كان حتى اللي دخلوهم الحبس بتهمة تعذيب الحيوان. يشوفك ضربت كلب، طارشته وكسرته هكا، يدير لك تهمة تعذيب الحيوان. واحد لعبها مارق، لعبها مهبول في انكارتي هكا، سمم القطط، دار لهم السم، قتلهم باسكو قلقوه، باسكو كلاولو المقنين، باسكو. دونك هذا الشخص لما سمم القطط تاع الحي رفعوا عليه دعوى قضائية وشارعوه، وجات الشرطة العلمية وجات تاع البيئة ودخلت فيها المصالح البيطرية كطرف، والناس الكل تسمى شغل. وكأنه هنا الأمر لأنه سمم قطط هنا لازم يتعاقب والقانون يعاقبه. هذا لما يتعلق الأمر بواحد عذب حيوان واحد، والله الشخص عذب 3 ولا 4 سمم 3 ولا 4 قطط. ولكن لما يتعلق الأمر برئيس بلدية يأمر بتسميم قطط وحيوانات بلدية كاملة، اللي هو نورمالمون الحامي هو رئيس الجمهورية على مستوى البلدية. مش البلدية تا هو الرئيس تاعها. كي تعود انت الرئيس دير كيما هكا. سما المواطن اللي يعذب واللي يسمم القطط من المفروض ما نهضروش معاه، من المفروض القانون ينحيوه. هذه هي تسمى نقطة إلى السطر. يا إما نحيو القانون التعذيب، خلي الناس تعذب، اللي عنده كاش كبت ولا كاش مجرم في مخه صغير خليه يمرح ويسرح. هذا القانون اللي درتوه يعذب المواطن، يعذب يسلك. ولكن رئيس بلدية أو حتى والية الولاة، لأنه بأمر يقول لك بأمر من والي الولاية الفلانية حنديروا حملة تسميم. دونك لما والي او رئيس بلديه يسمم حيوانات بلديه عادي وتنشر وتذاع وبين السكان وافي ايمابل سيتويان، سما المواطنين المحبوب، رانا حنقتلوا الحيوانات وحنديروا لهم السم عادي. تواصلت مع حقوقيين وقانونيين
تسميم الحيوان في بنص المادة أو القانون 87 مكرر و87 مكرر واحد، الله أعلم هذه اسمها لم تخني الذاكرة، يعتبر جرم نكلاسوه في خانة عملية إرهابية. جرم إرهابي، عملية إرهابية، أقول وأعيد، عملية إرهابية لما شخص يسمم ويزرع السم في الطبيعة من أجل القضاء على الحيوان، ومنه يقضي على الإنسان ويقضي على البيئة ويقضي على كل شيء. وحدث في بلدية يبجاية يتزوجون، حدث أنه تم تسميم منطقة معينة وتم تسميم كلاب تاع ملجأ، وكان حتى بقرة تسمت، في حين انه البلاصة هذيك والواد هذاك يصب في سد، والسد يشربوا منه الناس. هنا واش نقولوا باللي يا اما القانون يطبق على حذافره، يا اما نوليو في همج، نوليو همجيين وتتنحى منا الرحمة ويتنحى منا كلش. هذا هو بيت التناقض. شخص يسمم قط والله يعذب قط والله يدخل الحبس، ورئيس بلدية يأمر بتسميم بلدية كاملة يضربوا عليه النح. هذا واش نقول لكم أحبتي بالله، انشروها ونزيد ننشر لكم الخبر اليقين ونجيب لكم نص المادة انه عملية التسميم داخلة في خانة الجرم الإرهابي. وما احنا ساكتين، اهدر دير بيبليكاسيون، دير منشور، مادام الله غالب ما كانش ما عندكش لي مويان هكا بطالب بحقك وتجيبه بقوة القانون يا خويا منشورات، لأنهم يقلقوا من المنشورات كي يشوفوا الهضرة. نعطيك كمثال فقط، نعطيك هذا مثال، أقول هذا مثال. فوالا شفتوا الباركينغ هذا؟ شوفوا الباركينغ، هذا الباركينغ، هذا الباركينغ لما يكونوا السكان ساكتين والمواطنين اللي هنا ساكتين، دوك يجي رئيس البلدية، دوك يجيو الناس اللي عندهم البوفوار، الناس اللي عندهم السلطة بشوية ويديو القطعة تاع الأرض هذه ويديروها مركز تجاري، يديروها فندق، يديروها، أنا أقول مثال باه ما ديرولناش التشهير وكذا، ويستحوذوا عليها ويستنفعوا بها. هذا إذا لقاو الناس ساكتين. ولكن لما يلقى منشور الناس تريكلامي كل دقيقة يهدر واحد، البلاصة هذه راهي تاع شاب، حابين يديروها جاردة، حابين يديروها فضاء اللي يلعبوا فيه الأولاد، هذه تاعنا نديروها باركينغ لسياراتنا. هذه لما تكثر الهدرة كي توصل لرئيس البلدية واش يقول لك اختني من البلاصة هذه فيها النش. حنا هكا في المنطقة تاعنا نقولوا نش، ما باليش لا كلمة وطنية ولا لا. يقول لك هذه البلاصة فيها النش اخطيوني منها. هكذاك حنا كثروا النش حتى يوصل صوتنا للمسؤولين ان شاء الله، وباذن الله فيها خير. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.